السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة قرص محشية بالقرفة والسكر. زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا وطرية وريحتها تحفة، وبتبقى جميلة جدا في الفطار، وإن شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا نشوف الطريقة. هكون محضرة 5 كوبايات دقيق منخولين، كوباية حليب، علبة زبادي صغيرة أو ربع كوباية زبادي، ربع كوباية زيت، نص كوباية مية للعجن وممكن محتاجهاش كلها، معلقتين كبار زبدة بدرجة حرارة الغرفة، معلقتين كبار سمسم محمص، معلقتين كبار ونص سكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة ملح. أول حاجة هعملها هبتدي أضيف المقادير الجافة كلها على بعض. نزلت بالدقيق في طبق العجن، وبعد كده ضفت عليه السمسم المحمص والسكر والخميرة الفورية والملح، وبعد كده هبتدي أقلبهم كلهم مع بعض. هعمل تجويف في الدقيق وهبتدي أنزل بالسوائل. هبتدي أنزل بالزيت، وبعد كده الزبدة، وهضيف الزبادي وكوباية اللبن، وهبتدي أعجن. وهبتدي أضيف المية، هضيف ربع كوباية المية وهشوفها إذا كانت هتحتاج مية تاني ولا لأ، وأعجنها كويس لغاية ما ألاقي العجينة لمت معايا. زي ما انتوا شايفين شكل العجينة بقى جميل ازاي، وما احتاجتش ان انا اضيف اي مية تاني. كل اللي ضفته ربع كوباية مية. كده خلاص العجينة لمت وبقت مظبوطة. هبتدي اغطيها بكيس وهسيبها تخمر لمدة ساعة. وده شكل العجين بعد ما خمر. هبتدي اشيل الكيس من عليها وابتدي اعجنها علشان اخرج كل الهواء اللي فيها. وبكده العجينة بقت جاهزة ان احنا نشكلها، ويلا بينا نجهز الحشوة بتاعتها. هكون محضرة سمسم مش متحمص وربع كوباية لبن، وبالنسبة للحشو هحط معلقتين كبار سكر وعليهم معلقة كبيرة قرفة وأقلبهم مع بعض، وممكن نحشيها بالسكر بس. بعد ما خمرت العجينة وعجنتها وطلعت الهواء منها، هبتدي أقسمها لكور صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وكل كورة همسكها والمها بحيث تبقى مدورة، والعجينة هقطعها كلها بنفس الطريقة. وده شكل العجين بعد ما قطعت كل الكمية. زي ما انتوا شايفين بيرمي كمية كبيرة. وهبتدي امسك الكرة الاولانية وهبتدي افردها، وبعد ما بططها وافردها هبتدي احشيها بالسكر والقرفة. هحط فيها معلقة مليانة صغيرة، وهبتدي الم اطراف العجينة واقفلها كويس. اهم حاجة تتأكدي انك قفلتيها كويس علشان ما تفتحش معاكي في التسوية. وده شكلها بعد ما حشيناها وقفلناها كويس. وهكون مجهزة صاج ودهناه بالزيت، وهبتدي أرص فيه العجين على مسافات متباعدة. وهنعمل مع بعض واحدة كمان زي ما انتوا شايفين بفردها ازاي، وبعد كده ابتدي احشيها واقفلها كويس. ولو عايزة تحشيه كله بالسكر والقرفة يبقى كتري الكمية من الأول. اعملي 4 معالق كبار سكر عليهم معلقتين كبار قرفة. وهنعمل مع بعض واحدة وهنحشيها بالسكر. هفرد العجين كويس وهبتدي احشيها بالسكر. هحط فيها معلقة كبيرة ونص سكر، وابتدي اقفل اطراف العجين عليها واتأكد ان انا قفلتها كويس. اهم حاجة عشان ما تفتحش في الفرن. وهعمل كل الكمية بنفس الطريقة. بعد ما حشينا كل الكمية هنرجع تاني نأكد على قفلها علشان ما تفتحش في التسوية. وبعد كده هبلها بلة خفيفة باللبن وانزل بيها في السكر، وبعد كده السمسم. اللبن علشان السكر والسمسم يمسكوا فيها، واضغط عليها ضغطة خفيفة، واحطها بقى في الصاج. وكده بقت جاهزة. هنعمل واحدة كمان
نبتدي نأكد على القفل بتاعها كويس، وبعد كده هبلها بلة لبن وانزل بيها في السكر وبعد كده السمسم، واضغط عليها ضغطة علشان السمسم يمسك فيها زي ما انتوا شايفين. وهنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد ما عملت الكمية كلها هبتدي ابططها في الصينية، وهكون مسخنة الفرن كويس قبل ما ادخلها، وهسويها على درجة حرارة 180. وده شكله بعد ما استوى وطلع من الفرن، واخد اللون الذهبي الجميل. وشوفوا شكله من تحت رائع، وريحته تحفة وطعمه أجمل. ويلا بينا نقدمه. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك.